يسعد اوقاتكم جميعا. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم وصفتنا رح نعمل فيها بيتي فور حبات الفستق الحلبي. هي درجت كتير بالفترة الأخيرة. بيتي فور على شكل حبة فستق حلبي كتير طيبة، كتير سهلة وكتير مميزة. نبدأ نتعرف على المقادير والطريقة سوا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هون زبدة، كمية الزبدة المستعملتها 125 جرام زبدة حيوانية بحرارة المطبخ. راح أحط عليها نص كوب سكر ما يعادل 65 جرام سكر بودرة، وملعقة صغيرة فانيليا. وبنضرب الكهربائي بنضربهم منيح لحد ما يدوب السكر عندي بالزبدة بهذا الشكل. الزبدة تكون حيوانية بدرجة حرارة المطبخ. راح احط عليهم بيضة وارجع اعمل لهم ضربة صغيرة. كله عم بشتغل بالمضرب اليدوي. بعدين هون عندي النشا 45 جرام نشا، تقريبا ربع كوب ما يعادل ربع كوب. وعندي ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وبعدين رشة ملح صغيرة. وبعدين كلهم كمان راح ارجع اعمل لهم ضرب صغيرة بالخفاء اليدوية. اخر مكون عندي اللي هو الطحين، عندي 250 جرام طحين. راح اضيفهم تقريبا كوب ونص ما يعادل او كوب وثلاث ارباع 250 جرام. المقادير بتلاقوها بصندوق الوصف. وبعدين برجع هيك بضربهم لتتشكل عندي العجينة. هون بعد ما انضربوا راح اشيل هاد اللون المضربين تبعون الخفاقة، وبعدين بايدي راح اقعد الم العجينة كأي عجينة بيتي فور بهالشكل بطراف اصابعي. لا مو عجن، مجرد ما انها تتماسك معي العجينة بتكون هيك عجينتي صارت جاهزة. هذا القوام اللي عندي ناعمة جدا جدا وطرية وما بتشقق ابدا وما بتلزق بنفس الوقت. هلا قبل ما اشتغل فيها راح احطها بالبراد تقريبا نص ساعة لساعة، وبعدين بنبدأ نشتغل فيها. راح استعمل مكنة خبز الجوزية. هاي المكنة انا اشتريتها اونلاين. هلا بنبدأ والمكنة مطفية باردة. قبل ما نشغلها بناخد قطع قطع، اذا بتحبون قد بعض تمام فيكم تحطون على الميزان او بالنظر بالعين. انا هون سويتهم بالعين. ويفضل هيك تفردوا الحبة هيك بهالشكل قطعة العجين، يعني ما تحطوها على كرة طابة وتضغطوا، لا يفضل تفردوها هيك مشان ما تطلع عندكم جهة سميكة وجهة رقيقة. يعني اللي عندهم مكنة خبز الجوزية بعتقد فهمان علي. فيفضل قطعة العجين اللي تاخدوها تكون بأحجام متساوية وتفردوها بهذا الشكل على كل حبة والمكنة مطفية. بس خلصت هون شغلت المكنة وخبزتهم. ما حتاخد هن دقيقتين ماكس بيكونوا جاهزين، ما بتطول من دقيقتين لثلاثة حسب المكنة اللي عندكم. هون استووا عندي. هلأ بطرف هيك عود أسنان راح اشيلهم شوي شوي وبمهل، بس هيك اشكه بالطرف واطلع. شايفين اللون شو حلو؟ هي حبات البيتي فور الفستق الحلبي عملناها بمكنة الجوزية، فرن الجوزية أو مكنة خبز الجوزية. هاي الكمية كلها بعد ما خلصتها وشايفين ما أحلاهن بردوا هيك صار تمام. هلا اللي راح أعمله إني راح أخذ سكينة صغيرة وأشيل هاي الزوايد اللي شوي شوي هيك أعدل الشكل. ما بدي يكون في عندي هيك نتوءات طالعة بالحبة الجوز أو حبة الفستق خلينا نقول. طبعا هي مكنة الجوزية هي حبات بالعادة بيعبوها شوكولا مربى أي شيء، يعني بتعرفوا حلا الجوزية. بس هذا موديل الفستق الحلبي درجة جديد. فأنا عندي هون كمية فستق حلبي فرمته عن ناعم بس مو كتير كتير ناعم، يعني زي ما واضح معكم بالفيديو. وبعدين هذا عادة هو بنخلط مع عسل أو قطر، بس أنا هون حبيت عندي كمية منيحة من زبدة الفستق الحلبي، فراح احط اعجنه بزبدة فستق حلبي شوي هيك بالملعقة بعدين بالايد، لانه الملعقة هون ما راح تساعدني ابدا. بعجنهم منيح. بعدين بس راح ارجع اضيف عليهم كمان كمية قطر لحد ما يتماسك عندي العجينة، تصير هيك متماسكة اقدر اشكلها وتقدر تبقى ثابتة عندي بحبة الفستق. يعني شوي شوي بحط شوي شوي وبعجن. فيكم تضيفوا قشطة، فيكم انا هون حطيت شوية مزهر كمان نكهت، فيكم تحطوا عسل، فيكم تحطوا حليب مكثف محلى زي ما بتحبوا. حاولوا تلاقوا هيك قطعتين يكونوا قد بعض بحيث تعطيني حبة فستق حلبي حلوة يعني متناسقة وحجمها تمام الجهتين. بعدين من عجينة الفستق الحلبي بهالشكل بحاول اخذ شكل اول حبة تاني حبة لحتى تعرفوا المقدار الكمية الشكل اللي بدكم تشكلوه بالضبط. يعني بعطيها بالضبط شكل حبة الفستق الحلبي. قلت لكم انا الفستق عززته بزبدة الفستق الحلبي، عجنته فيها شفتوني، وشوية قطر وشوية مزهر اعطاي نكهة حلوة. وانتوا تحكموا بالخلطة زي ما بتحبوا، فيكم تحطوا بس فستق حلبي وعسل بتطلع كتير طيبة كمان. وهيك حبة الفستق الحلبي صارت عندي جاهزة. راح اكمل هيك الكمية اللي عندي مو كلها، راح اعمل كمية الفستق والباقي راح اعمله حبات جوزية عادية. فبنشكلها بهالشكل بشكل حلو ومنكمل بنفس الضغطة صغيرة. وأنا هون كمان استعملت ورق صغير هيك ورق قصدير حطيت فيه كل حبة منشان تبقى واقفة وقوف. هلا بتشوفوها بآخر
التصوير كيف حطيت حبة الفستق الحلبي، ولا أحلى من هيك بالشكل وبالطعم. هدول الورقات الصغار قوالب الصغار حطيت صفيت الحبة مشان تبقى ثابتة بقلبهم ما تميل، بس فيكم تحطوها مايلة أو فيكم تحطوها بصحن ضيق زي ما بتحبوا. الكمية اللي باقية رح أحط فيها شوكولا بالبندق، كريمة شوكولا بعبيها هيك مثل أي حبات جوزية. كمان هاي طبعا كتير طيبة. فيكم تتفننوا بالحشي زي ما بتحبوا، كريمة شوكولاتة بيضة، مربى مشمش وجوز كتير طيبة بتطلع. أي شي بيخطر على بالكم فيكم تحشوا حبات الجوزية بهذا الشكل. هيك الجوزية التقليدية المتعارف عليها. راح أكمل كل الكمية بالشوكولا بنفس الطريقة، وهيك بكون عملت تقريبا نص بنص. فستق حلبي، لا الفستق الحلبي أكتر من الشوكولا. وهيك وصفتي جاهزة وفيديو اليوم خالص. الشكل بجنن والطعم أطيب بكتير من الشكل، ولا أروع من هيك ومميزة يعني. بس هاي بدها إنه بدها مكنة جوزية، يكون عندكم مكنة جوزية، ولا أحلى من هيك. إن شاء الله بتجربوها وبتعجبكم، وانتظروني فيديوهات جديدة وتضلوا بخير. سلام.